ولد محمد علاء البسيوني لأسرة ريفية في قرية فلفلة. كان والده فلاحا وأمه من القلائل المتعلمات في القرية. أتم حفظ القرآن في السادسة من عمره بكتاب القرية، وتدرج في المراحل التعليمية بتفوق نادر إلى جانب مهاراته الفطرية في كرة القدم. التحق بكلية الهندسة جامعة القاهرة. في أثناء دراسته انضم لجماعة الإخوان المسلمين. التحق بالجيش المصري سلاح المهندسين قبيل نكسة يونيو، واستمر في الجيش حتى انتصار أكتوبر، وكان من أكبر المساهمين في إنجاح أفكار تحطيم خط بارليف بخراطيم المياه. لم يتوقف نشاطه السياسي، فقد أسس حركة ما يحكمش الليبرالية المناهضة لسياسة توريث الحكم في عهد مبارك، وظل النظام السابق يحاربه بكل ما أتي به من قوة. لكن بسيوني كان من أول المنادين بالنزول إلى الميادين من يوم 21 يناير، وبالفعل ظل معتصما حتى يوم 11 فبراير يوم التنحي. كان بسيوني من أكثر الشخصيات المنحازة للبسطاء من الشعب والمطالبين بتقصير الفترة الانتقالية وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين. إنه محمد البسيوني رمز السهم. تنتخبوا مين؟ بسيوني. وحبيبكم مين؟ بسيوني. تنتخبوا مين؟ بسيوني. وحبيبكم مين؟ بسيوني. الشعب يريد محمد بسيوني. الشعب يريد محمد بسيوني. رمز السهم، شاب من شباب الثورة، أستاذ في الاقتصاد، أحسن واحد في كلية هندسة، رئيس اتحاد كلية هندسة سنة 84 و 82 على التوالي. إنه محمد بسيوني رمز السهم. صوتك لمحمد بسيوني رمز السهم. موعدنا يوم 23 افضل برنامج انتخابي ونتحدى. انا حاسس ان هو هيعمل اصلاحات كبيره يعني. صغير في السن واتكلم على حاجات انا شايفه ان هي مهمه في البلد، لان ده اللي هيظبط البلد في الايام اللي جايه دي. لان راجل محترم جدا، راجل خبره، راجل سياسي محنك، كان ماشي في اتجاه واحد، ولا هو فلول ولا هو تاجر دين، عشان عنده خبره خارجيه وبيفهم في السياسه من زمان، وطبعا عشان هو يمسك البلد ان شاء الله ويخليها كويسه. انا مصدقه، اكتر واحد انا مصدقه في المرشحين كلهم، عشان هو مش تبع اي حزب ولا اي تيار فكر سياسي او ديني او اسلامي او اي حاجه، علشان فاهم الدول اللي حواليه منه وراجل فاهم السياسه كويس، وبقاله فتره طويله يعني في مجال السياسه، وفاهم كل الحاجات اللي بتحصل حوالين دولتنا بحالها بالظبط. يلقبونه عندنا في إسرائيل بثعلب الصحراء، وأنا شخصيا أخشى كثيرا على بلدي منه. 就是讲讲毛主席什么的之类的。毛主席是永远不落的太阳。 لو انت فلول انا هختار الراجل ده عشان انا شايف فيه حسني مبارك الصغير. لو انت سلفي باذن الله سوف اعطي صوتي للاخ محمد البسيوني. لو انت ليبرالي، لو انت بلطجي بين قوسين طرف ثالث، خلاص يا باشا انا كمواطن صالح هنتخب محمد بسيوني. ولو انت تربلجي، محمد بسيوني. اكيد محمد بسيوني. هو بسيوني. اكيد محمد بسيوني. اكيد بسيوني. هو بسيوني. محمد بسيوني. هو محمد بسيوني. كلام كبير جو النسر بلدنا وحمية وطائرة من المخدرات والجريمة والدعارة، يعني بسيوني باشا. كل دول بيأيدوا محمد البسيوني واحنا معاهم. هذه الشخصية التي تربت تربية إسلامية، تربية ريفية، تربية أخلاقية. وبعدين هو جندي حقيقي، يعني يحارب في اليمن وحارب في 67 وحارب في الاستنزاف. هو مؤدب جدا، وفي ناس مسكت دي عليه كنقيصة. هذا الرجل يحترم الإنسان المصري، يملك رؤية حقيقية لكيفية أن تنهض مصر. بينزل لهم الناس بتاخد الحاجات بتقول لك لابس وعامل، طب هو لابس ببساطه قميص وبنطلون بلوفر، ماله وحش فيه ايه؟ انا صديق شخصي لمحمد البسيوني من اكتر من 20 سنه، واللي يعرفه يعرف ان هو شخص خلوق ودمث. تمام كده رامز؟ زي الفل. ده ده حد يحزن. طبعا اللي انتوا شفتوه النهارده ده ملوش اي علاقه بالواقع، مفيش اصلا مرشح اسمه محمد البسيوني، واللي عايزين نقوله لكم فاضل 3 ايام بس على الانتخابات. قبل ما تدي صوتك لحد اعرف كل المرشحين واعرف برنامج الانتخابي بتاع كل واحد فيهم، قارن بنفسك وبعد كده اديله صوتك.
شاب من شباب الثوره اسمه محمد بسيوني. بقول لك ايه، اول ما اقول لك محمد بسيوني بص للكاميرا وقول محمد بسيوني. يلا قول محمد بسيوني. محمد بسيوني. تسمع ذلك عن مرشح محمد بسيوني؟ طبعا اسمعه. هو معلق الجيران، معلق الصور بتاعه. ليه ما تتحركش؟ يا ابني اعمل ايه؟ حاسس ان هو بني ادم. طب اعمل ايه في شعري؟ اكيد محمد بسيوني، بس مين محمد بسيوني ده بقى؟ ممكن الاعلام يعمله. محمد بسيوني. محمد بسيوني. محمد علاء بسيوني. محمد علاء بسيوني. بسيوني. محمد تعالى على كده، تعالى على هو ده اصلا محمد بسيوني. اعمل كده بقى، اعمل كده، اعمل كده اهو.